صابريكو اليوتيوبر القديم اللي نزل مقطع سواله وترجمه ونجح أكثر من كل المقاطع في قناته، ولكن مقاطعه تجيب مشاهدات بالسالب. اليوم راح ننتقد قناة صابريكو، وقبل ما نبدأ لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وهيا ننطلق. بتشوف هذه القناة وما أدري ليش كاميرتي علقت. المهم أول ما تدخل للقناة تشوف هذا البانر البسيط وهذا الصورة الشخصية البسيطة اللي فيها شكل جميل، يعني صورة جميلة، الأفاتار نايس، لكن عمل ألوان بيبدأ بالثامنيلات. اتفضل عمل ألوان، اتفضل. كل يا رجل ثمنيلاته جدا سيئة، مو سيئة، هي جيدة كصور لكن سيئة كثامنيلز، كصور مصغرة. أنا عندما أدخل لليوتيوب مثلا الصفحة الرئيسية، الصور التي تجذبني تكون صور بسيطة. إليكم أقوى مثال مستر بيست. مستر بيست شوف ثمنيله، حاط لك صورة فيها مستر بيست، الكتابة تبع الفلوس، الكتابة تبع الكلام، وخلاص ما يبغى لها تعقيد. فالفكرة اللي يبغى أوصلها إنه ثمنيلات صابريكو فيها تفاصيل كثيرة بزيادة، والمفروض لما تحط ثمنيل تحط شيء بسيط وواضح وجذاب. بس هذه الأشياء الثلاث تطبقها، واضح بسيط جذاب، وانتهيت. هذا هو سيصنع لك ثمنين مثالي زي ثمنين مستر بيست. اتعلم من اللي أكبر منك. إذا كنت تحسب ثمنين هو مكان للفن أو اليوتيوب مكان للفن فأنت غلطان. هذا المكان من أجل نشر المحتوى، ما يهم إذا كان إبداع، المهم تكون فكرته جذابة. وفي ملاحظة، مقاطعه جدا طويلة، المقاطع فوق 20 دقيقة. نادرا ما تلقى مقطع مدته مرة قصيرة زي هذا، ولكن مثل حمقى. وباي ذا واي هذا الفيديو عجبني، ولكن مثل حمقى رغم انه ثمنيله مو مفهوم. اول ما تشوف كذا بس ما في شيء يعبر، بس وجهه الكتابة، اما الخلفية ولا شيء مبين. تستقبلك هذه الكتابة: لا تستهينوا بقوة الدعاء، فلا يوجد على الأرض ما هو أقوى من دعائك، حتى ولو رأيت أن الإجابة تأخرت. ألح وتيقن، موازين الحياة كلها تنقلب بدعائك، من قلب صادق. تذكر دائما أن نوح أغرق الأرض كلها بدعاء. لكن المشكلة إيش؟ المشكلة كيوتيوب، أنا أتكلم كيوتيوب، هذا الشيء يضر بالفيديو. أول شيء إيش؟ حاط لي صوت انفجارات وصوت ناس تبكي. المشكلة مو هنا، المشكلة إنها تطول، وموسيقى حزينة إلا 25 ثانية. انترو عبارة عن كتابة وأصوات هي مخيفة، بس أنا أتكلم كتجاريا. أعرف الله يعين إخواننا في غزة، لكن هذه شيلها يا صبركو، هذه شيلها، هذه بتنفر المشاهد. أنت في النهاية قاعد تقدم لي لعبة، أدخل أشوف كده كتابة وأصوات انفجار ما أدري إيش. أنا كمشاهد عشوائي، ما أتكلم عن نفسي، عشوائي، بيترك القناة، بيروح خلاص ولا يرجع. وهذا مبين من المشاهدات الفاير 137 مشاهدة. فياه، أما ككاميرا كل شيء تمام. السلام عليكم اخوتي، معكم صديقكم صبريكو. حسنا لازلنا في استعراض باقي الالعاب الغريبه التي على جهازي، ومن الارت جيمز الى الالعاب الاتاري. انتم بالتاكيد تذكرون لعبه ثاندر راي بوكسينج، انها نفسها لكن بتكلفه اقل. حسنا لنرى. اوكي نايس، تقديمه نايس، تقديمه مرة نايس، بس المشكلة انه هذه الصفة ما تنطبق في كل مقاطعه. كل مقاطعه تنفيرية، ما تخليك تتفرج، وثمنيلات عشوائية مرة مليانة بالتفاصيل. بندخل نشوف مرة ثانية المقطع هذا، نفس الاشي. هذا المخيف، ما في فيس كام. هلا ندخل نشوف البداية. خذوا منحنى غير اعتيادي بتاتا جديا. المطورون المستقلون لهكذا العاب بدأوا يخرجون الإبداع الذي فيها جديا. لا يسعني أن أشرح لكم عن ماهية هذه اللعبة، لكن سوف تشعرون أن بها لمسة مميزة من رعب سايلنت هيل وطريقة لعب ريزيدنت ايفل. حسنا يكفينا ثرثرة ولنبدأ. حسنا كما ترون ما في فيس كام، الفني جدا رائع جديا. حسنا التوجه الفني، وانا قاعد اشوف ظلام جميل جدا. لنبدأ. الأمر بسيط، ها؟ كما ترون، انظروا الشيء الغريب، يسعك أن تحرك الكاميرا كما تشاء،
وجديا هذا أبسط شيء في هذه اللعبة. حسنا، اللعبة كما قلت لكم شباب لديها طابع الريزيدنت ايفل، لذا سوف نرى ما القصة التي سوف تقدمها لنا هذه اللعبة. حسنا، الفيديو جدا طويل، الكلام متكرر. هذا الكلام اذا ما لاحظت صبرك وانت قلت نفس الكلام بالبداية قاعد تعيده ليش؟ There's a large rusty padlock keeping the door shut. اوكي. يمكن اكثر شيء رهيب عند صبركو واللي هو الترجمة، واللي هو كان باي ذا واي اول محتوى بدا فيه. جيد انه كمل على الترجمة، انه يترجم مقاطعه كلها بدون اي استهانة. بس والله خاذلتك العناوين واسع على الارض، واسع على الاصلي Resident Evil النسخة الروسية. العنوان ما هو جذاب مرة. ما هو جذاب. العنوان ليس جذابا ابدا. كمان الثمنيل فضيحة. يرحم لي ابوك. ايش هذا؟ انا الحين لما ادخل لهذه الصورة انا الاصلي، الحين اسحبوا على العنوان، اسحبوا على الفيديو، لما تشوفون هذه الصورة ايش يجي ببالكم؟ انمي او فايت انمي او اي شيء، بس ما يجي في بالكم انه راح يلعب لعبة زي كذا ابدا. لا علاقة. تشتيت تريليون بالمية. A broken key is jammed inside it. There is no way to take it out. حسنا، يجب أن نجد شيئا لنكسر ذلك القفل. ما هذا؟ Plastic box mounted on the wall. Finds electron hum can be heard from it. Okay. Door is stuck. Won't open with. ما صار يترجم. اوكي، هذه ترجمة تلقائية. اوكي اي سي. اوكي، سحب على الترجمة. توني قاعد امدح في الترجمة طلعت ترجمة تلقائية. اي سي. وانا يقول لما يحكي انجليزي ما يترجم. اي سي. ما صار يترجم. السحب على ابو شد الترجمة. اللي بعد قاعد اتفرج واكتشف عيوب موجودة. اوكي نايس، احسنت يا سبريقو. without a narrow tool. اوكي، لن يفتح الا بواسطة آلة حادة. حسنا، على ما يبدو انها صندوق الكهرباء على ما اعتقد في المنزل. حسنا، هكذا صوت افضل. اوكي، ما هذا؟ هنالك اشياء علينا. لا تقول لي انه هذه ما اعتقد في المنزل. حسنا، هكذا صوت افضل. براه هذا هو قاعد يتكلم مع نفسه اذا ما لاحظته، وما قصها، تركها زي ما هي. بام باي ذا واي، انا ما قصقص بمقاطع مقاطع الانتقاد، فكرتي اني ما امنتج اصلا، فادري اني قاعد انتقد شخص، قاعد اقول عيوب، وهذا العيوب موجودة فيها في مقاطعي. بس هذا محتوى جيمنج، يعني محتوى ترفيهي. أنا محتوى انتقاد. لما أسوي محتوى ترفيهي بدعس الفيديو بالمونتاج. أعطيكم بس أمثلة، اتفضلوا اتفرجوا واحدة من هذول الثلاثة مقاطع وحرفيا راح انتم تنفجروا بالمونتاج الموجود. لأنه ليش هذاك الفيديو حق محتوى ترفيهي، أبغى أخلي الناس تحس بالرفاهية، أما هنا قاعد انتقد بكل ملل. اوكي، ما هذا؟ هنالك اشياء علينا. ما راح اكمل اتفرج هذا الفيديو بصراحة. خلينا نشوف اكثر فيديو جاب مشاهدات في سواء قناة سبريكو. اوكي، اكثر فيديو جاب مشاهدات هو فيديو لأغنية أغنية غدر إنسان، اللي كانت ميم في فترة من الفترات. سحقا لذكريات تقاوم النسيان، تبا لوعد زائف أسكنني الأحزان، محطم العواطف أشكو من الإدمان. اوكي، هذه الأغنية مو هو سواها باي ذا واي، اللي سواها هو هذا اليوتيوبر. بس صبر يكون شال فيديو لاي ام في، مجموعة من الانيميشنات حقت اندرتيل، وحط اسمه في الزاوية، وبيم 2 مليون مشاهدة من 2016. صاحب الأغنية هو هذا اليوتيوبر غدر إنسان. المشكلة انه انشهر بمحتوى ما هو محتواه، هو انشهر بشيء ما يسويه، وجذب متابعين ما يتابعوا محتواه، وعشان يتصرف بذكاء صبرك هو يحاول ينزل محتوى مشابه للمحتوى اللي جذب به المتابعين، سحب على ابوه وصار ينزل جيمنج بدون مونتاج بثمنيلات مليئة بالتعقيد، رغم انه الثمنيل فكرته انه يكون شيء بسيط، وعناوين غير جذابة. تنفير من أول ما تدخل الفيديو، يحط لك كلمات الدعاء لفلسطين، المفروض يحطها بنهاية المقطع مو ببداية المقطع، عشان يذكر المتابع بأنه يدعي للإخوان في فلسطين بعد ما يستمتع بمشاهدته للفيديو.
يعني فهمت علي؟ يعني حاول تخلي المتابع يستمتع كل الفيديو، في نهايته ذكره بأنه يدعو لإخواننا في فلسطين. زي ما حاليا أنا بقول لكم لا تنسوا بدعائكم لإخواننا في فلسطين، ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وأتمنى أنه يا صبركم استفدت من هذه النصائح. والانتقاد دائما أذكركم بنهاية الفيديو، الانتقاد عبارة عن أذكر عيوب اليوتيوبر عشان يصلحها، مو أسب الشخص نفسه. هذا المحتوى اللي قاعد أنزله أنت أخذه وأقول له عيوبه وتفضل صلح. وإن شاء الله إنه الفيديو عجبكم وأفادكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس and see you later.